قال لي راه حنا مزوجين على سنة الله ورسوله وراه دايرين العقد ديالنا. اهلا وسهلا الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عتقوا يسرى تزوجات بلا ما تقولها لحتى شي واحد، ولا هذا هو السبب باش ما كدويش مع بكريشه؟ الله اعلم. المهم زهير حطها بوجهها، حط واحد الفيديو في يوتيوب وقال فيه كلشي. قال لي كان داير معها بانه بغى ياخذ ولده شي يومين ولا 3 ايام يبقى معاه، حتى كتعيط ليه مع 9 الليل، هو كان خدام وقالت ليه ما تعطلش عليا، انا راه جيت حداك باش نعطيك الدري. المهم كان كيسحابها غادي يشوفها بوحدها وياخذ من عند الدري عادي، غادي يلقاها واقفه وكتشوف فيه وشاد الدري. حتى هو جاي كيبان ليه زهير واقفه يسرى مع واحد الراجل ما عرفوش، واكيد اول حاجه غتخطر ليه في بالو هي انه يمكن يكون صاحبها، وهو ما غاديش يعجبو الوضع. ومنين قرب ليها باش ياخذ الدري هي واقيلا خافت منه ولا ما عرفتش شنو هو هي، وهي تغوت على داك الشخص اللي معاها، حيت هو كان قال ليها في التليفون بغيتي ديري شي حاجه ماشي سوقي فيك انا تعرفي على شي واحد، تهضري مع شي واحد يجي عندك الدار شي راجل غريب، المهم ما يكونش الدري معاك. هنا كنقولوا بانه خايف على ولده من داكشي اللي كنسمعوه، دوك الرجاله اللي مراد في عقلهم بزاف د الحوايج، عنده الحق يخاف على ولده. اشويه داك الراجل غادي يخرج من الطوموبيل وغادي يمشي يهضر مع زهير، هو يقول ليه تهلا في داك الدري راه هو محبوب عند الناس بزاف. نتوما عارفين زهير خاصو على نقشه ويكون في زوعي مع يسرى، ويقول لي غنتسناك انت تقول لي دير بالك على ولدك. هو يقول ليه انت اصلا باش من صيفه كدوي معايا، ويقول لي انا راجلها وحنا كاتبين العقد. تما زهير صافي مات ليه الماء في الركاب، يعني الا كان عنده غا واحد في المية بانه يعاود يرجع معايا وصرا صافي راه مات. هو يقول راه واقيلا كتقول هاد الشيء غا باش تخليني نغير، زعما كاين انت قلتي لي الا كان معاك شي حد بلا ما يكون معاك الدري، دابا هو معايا راجلي وبز منك غادي يكون معايا. واش فهمتوا دابا؟ انا ما فهمتش واش يقدر ياخذ لي هاد الدري حيت تزوجات ولا لا، ولا يمكن كتبخ بيا الزواج ديالها حيت باقي حيد ليها الدري. المهم ما وراه لا ورقه لا والو، قال ليه راه حنا مزوجين وصافي. ولكن هما مزوجين بلا ما يقول باها شي حاجه، بلا يعني هما حياتهم كامله تيبينوها لينا. علاش بد شي حاجه ديال الزواج ولا شي حاجه ما عرفت شنو الا لا كان فيها شي دغل، يعني علاش ما بغاش تبينها؟ انا ما فهمتش. وعاوتاني كتبقى خصوصيه، يعني هما سبحان الله كيقولوا لنا راه نتوما بحال عائلاتنا وكنشاركوا معكم كل شيء، ولكن بزاف د الحوايج راه ما كيشاركوهمش، اكيد كيشاركوا داك الشيء اللي بغاو وفي الوقت اللي هما بغاو. وانتوما ما كتجيكمش واش تسرعات بلا كانت زوجات ديال بصح؟ ماشي تسرعات بعد الزواج، هي لا طلقات وباقي ولدها صغير، وهذيك ديال خرج في علاقه ودخل في علاقه يعني كتبين بانه البنت عندها نقص. هادشي اللي كتبين يعني خاصها تكون راسها وتوقف على راسها ديال بصح باش يبان لها عاوتاني الزواج. وكنظن بانه كانت تقول لنا غادا باش شي 4 ايام ولا 5 ايام انا ما خاصني راجل، انا غنبقى بوحدي حسن مع ولدي، انا هذا والمربيه اللي ما بقاتش معاها هادشي عندهم خلاط مجلط ما كيتفهمي فيه والو. المهم هو يقول لي خلينا تنديروا شي قهيوه بجوج، يعني الراجل ديال اليسرى قال زهير تنديروا شي قهيوه بجوج، ويقول ليه سير دير قهوه مع باها مع خالها، انا شنو بغا راد بيا باش دير معايا قهوه؟ انا راه غالقه الصراحه. ما تصدمتش لان النوعيه ديال اليسرى كتبان ما تقدرش تعيش بلا راجل، ما تقدرش تعيش كيف ما تيقولوا بلا حب، ولكن البنت باقا مراهقه وباقا صغيره، فهمتوا؟ هادشي عندها مخلط مجلط. المهم لا تزوجات الله يبارك ليها، ولكن هادشي راه غير بوز. شنقول لكم يمكنش يكون بوز لانه باينه يمكن هادشي اللي طاري، وهادشي تنقول انا علاش باها قلب عليها، لانه كيجيني انا باها شويه عنده داك الحب ديال التملك، عرفتو؟ يعني لا بنتو بغات تتزوج راه خاصها تعرف بمن غادي تتزوج وشكون هوايا، واش فهمتوني؟ باش نكونوا متفقين. يسرى بالوضعيه اللي عايشه فيها وبالشوها وبداك الشيء اللي كيتقال عليها وبزاف د الحوايج، ما غيجيهاش داك الراجل اللي نقولوا حنا عنده الفلوس ومزطط راسو، داك الشيء اللي غادي يكون ما علاقه بالحيط طمعان فيها وصافي. هادشي تنقولوا الله اعلم، لانه عندها بزاف د المشاكل ومشي بهذه السرعه، يعني يلا طلقات وغتمشي تتزوج عاوتاني. انا ما عرفتش كيفاش كيديروا ليها وهادشي اللي كاين، يعني داك الشيء اللي كانوا تيقولوا القنوات عليها راه بصح بانه عندها العشيقه، خرجت منها عاد العشيقه، خرجت مع هذا، خرجت مع هذا. هي كونها عندها ولد خاصها تكون مسؤوله اكثر من دابا. نتوما شنو الراي ديالكم؟